السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. التحضيرات جارية لإعادة بناء ملعب مولاي الحسن بالرباط. بدأت سلطات مدينة الرباط التحضيرات اللازمة لإطلاق مشروع إعادة بناء ملعب مولاي الحسن الذي سيمتد على مساحة 2.7 هكتار بتكلفة تقدر بحوالي 656 مليون درهم، وسيتم تنفيذه في مدة 8 أشهر. وسيشمل المشروع بناء مدرجات تحيط بجميع جوانب الملعب بدلا من الشكل الحالي، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 22 ألف متفرج مع تغطية كاملة للمدرجات. كما سيتم إنشاء مستودعات ملابس جديدة وقاعة للندوات وقاعة طبية، إلى جانب مرافق ترفيهية وخدماتية للجمهور، ومقصورة مخصصة لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى 40 مقعدا في المنصة الشرفية. ويأتي تطوير ملعب مولاي الحسن في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية الرياضية في المغرب، استعدادا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.